مفاجأة كبيرة من الملك محمد السادس للاعبات الجيش الملكي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى لاعبات نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، وذلك عقب نجاحهن في التتويج بلقب النسخة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025، والتي احتضنتها دولة مصر. وقد حملت البرقية عبارات تقدير وتشجيع تعكس اعتزاز جلالة الملك بما حققته الكرة القدم النسوية المغربية من تقدم لافت في السنوات الأخيرة. وجاء في البرقية الملكية: يسعدنا أن نبعث إليكن بأحر التهاني بمناسبة فوزكن بكأس نسخة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة. كلمات تؤكد الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرياضة النسوية وتشجيعه المستمر للتميز. كما أعرب الملك محمد السادس عن تقديره العميق لهذا اللقب القاري الذي يعد الثاني من نوعه في تاريخ الفريق، مؤكدا أنه إنجاز ينضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الأندية والمنتخبات المغربية قاريا ودوليا. ونوه كذلك بعمل جميع الأطراف التي ساهمت في هذا التتويج من اللاعبات والطاقم التقني والطبي والإداري، معتبرا أن هذا الفوز ثمرة جهد متكامل وروح مسؤولية عالية. وفي ختام برقيته جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تهانئه الحارة لكل مكونات النادي، سائلا الله تعالى أن يوفقهن في مسيرتهن الرياضية المقبلة، وأن يواصلن حصد المزيد من الألقاب بما يعزز مكانة كرة القدم المغربية النسوية ويرسخ حضورها القوي في القارة الإفريقية والعالم. هذه البرقية الملكية تشكل دفعة معنوية كبيرة للاعبات، وتؤكد استمرار العناية والاهتمام بالرياضية النسوية باعتبارها جزءا أساسيا من المشهد الرياضي الوطني.